لمحات من كيميت مع إسلام مكرم. اعتاد الإنسان الكيميتي على تأمل كل ما حوله، ملموسا كان أو محسوسا. راقب الكون بمشتملاته العجيبة والغامضة كالشمس والقمر والنجوم والنيل، فأثارت فضوله، ولكنها لم تعجزه، ولم يعبد أيا منها كما هو حال شعوب أخرى، وإنما فهمها وطوعها، فابتكر من خلال ذلك علوم الفلك والتقويم، وقسم السنة إلى فصول وشهور وعشريات وأيام وساعات، حتى أنه من تأملاته ابتكر نظريات الخلق، وعرف مبادئه وقوانينه، وعرف الإله الواحد خالق كل شيء، وسن قوانين الماعد لتنظيم حياته الدنيوية والسماوية، وإقرار النظام والعدل وإعلاء قيم العمل والسلوك الرفيع. وطور هذه النظريات والقوانين مع الوقت كي تلائم الظروف والأفكار المتجددة. أمعن الإنسان الكيميتي النظر للطبيعة، وأخذ في البحث والتدقيق، واستخدم كل عناصر الطبيعة في توفير احتياجاته وأدواته، فزرع وصنع واستخرج المعادن وقطع الأحجار وبنى السفن وشيد المعابد، واعتمد على نفسه وعلمه في كل شيء، فلم يكن يستورد شيئا يذكر، بل كان مصدرا وما حاجته للاستيراد، وهو من فكر وأبدع وصنع وتفوق في العلم والعمل. اضغط متابعة للصفحة ولايك وشير. كيميت، أصل كل شيء.